ادخلوا على اليوتيوب واكتبوا إخراج الجني من الإنسان، هتلاقي لقطات كثيرة بعضها طويل حقيقية، وناس المعالج عم يحاول يطالع منه الجني وبياخد وبيعطي معه، بيجادل وبيصرخ. اللي يجب انه ننتبه له، احنا نقرأ القرآن والمريض بيتشنج وبيحكي على انه جني، فالقرآن يعني مرعب للجان، هذا اللي احنا نفترضه. طيب فما بالك بالصليب؟ المعالج اللي باليوتيوب ماسك الصليب وعم يخوف الجني اللي بهذا الشخص، قس أو راهب، اي بخوفه بيسوع الرب. هذا شرك. احنا ديننا القرآننا هو توحيد وصافي. طب هي بالمقابل عم يحاول يطالع الجني بشيء شرك، وعم ينجح. إذا القضية في شيء يعني هو عم ينجح ويطالع جني مثل ما الشيخ تبعنا عم يطالع الجني من الإنسان. إذا القضية مو مرتبطة بالقرآن نفسه ولا بالصليب اللي عم يعالج فيه، في قضية نفسية مشتركة موجودة عند هذا وموجودة عند هذا. فتعدد الهويات يفسرها، وتعدد الهويات شيء ثابت الآن في الطب النفسي. في كتير بتحصل سيدة أو رجل أو بيعيش ساعات كشخص آخر وبيرجع لطبيعته. اللي هي العلاج بالدعاء او العلاج بالصلاه، ان كان المرض عقلي ولا كان جسدي. اصحاب الامراض العقليه اللي هن بحاجه ماسه للعلاج الطبي الحقيقي بيقولوا عليه مس شيطاني، وانه مستحيل هذا المس يتعالج الا بالكتب تبعنا، اللي هو بيقولوا التوراه هو الشيء الوحيد اللي بيعالج. نحن عندنا حالات موثقه انه تعالجوا من العالم. المسيحيه بيقولوا ما حدا بيتعالج بالانجيل، نحن عندنا فيديوهات واضحه كيف العالم تعالجت ورجعت حياه طبيعيه. والمسلمين طبعا بيدعوا نفس الشيء، انه القران هو الوحيد بيعالج هاي الامور، وعندنا اثباتات على الموضوع. الهندوس واديان ثانيه نفس الشيء، كلهم فكر ان الكتب تبعها هي الوحيده بتعالج هاي الامور. هذا الشيء يعني يا اما هي الالهه كلها موجوده وكلها صحيحه، يا اما الاديان كلها عم تكذب على حالها. واذا بنفكر بشغله، ليش المس الشيطاني لما بيصير على شخص مسلم بيسب محمد وبيسب الله، ولما يكون على شخص مسيحي بيسب يسوع؟ موضوع المس أو المس الشيطاني هنا بدأ يأخذ أقوال العوام ويترك أقوال العلماء، فجعل كل مس هو مرض نفسي. يعني نحن كمسلمين بينا هذا قبل أكثر من 1000 سنة، لكن هؤلاء لا يفتحون الكتب، ونحن رددنا على هؤلاء المشايخ الذين يمثلون أمام الكاميرات بأن كل شخص لديه مرض نفسي أو مشكلة جسدية مثل صرع بأنهم يخرجون الشياطين منهم، ورددنا عليهم وقلنا أن هؤلاء الأشخاص إن لم يشفوا بالرقية الشرعية فيجب أن يذهبوا إلى طبيب، لأن مرضهم لا علاقة له بالمس، وإنما يذهب إلى طبيب، لأن الرقية الشرعية يجب أن تخرج الشيطان. فإن لم يخرج لا نقول لا سنظل على هذا المنوال لأنه يجب أن يخرج أنه هذا شيطان. فنحن فرقنا بين المس والأمراض الجسدية والنفسية، وسآتيكم بكلام العلماء من قرون. لنأخذ قول ابن القيم رحمه الله، فقد قال: الصرع نوعان، صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وصرع من الأخلاق الرديئة، يعني مشاكل جسدية. لا بل لا أحد من المسلمين يقول أنه إذا شخص صار يتخبط يعني شيطان ماسه مباشرة، يحكم على هذا. فعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتته امرأة يأتيها صرع، فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنت لديك شيطان متلبسك، لا، بل دعا الله أن لا تتكشف عند الصرع، فهو يعرف أنه هذا صرع. ويمكن أن يقول لو أنه لا يعرف الفرق بين الصرع وبين مس الشيطان، يمكن أن يقول لها: لا هذا شيطان وليس صرع. فطبيعي نحن كمسلمون نعرف الفرق بين الصرع أي المشاكل الجسدية والمشاكل التي تأتي من المس، لكن هؤلاء يقفزون فوق كل هذه النقاط. وننتقل للافتراض اللامنطقي، يقول: إذا خرج الشيطان أو الجن من الهندوسي أو البوذي أو النصراني أو اليهودي يبقى كل الديانات صحيحة. هذا افتراض لا منطقي لا أساس له، لأنه أخفى أنه من المفهوم الإسلامي أن الجن أقوام مثلنا مثلهم يؤمنون ويكفرون، فهناك الجن اليهودي وهناك الجن المسلم وهناك الجن النصراني. فطبيعي قد يتلبس أحد الجن أحد الأشخاص من ديانة أخرى، فهذا وارد. فلماذا لم تأخذ هذا الاحتمال؟ طبيعي ما بتركب معك، إذا أخذته ما راح تركب معك الشبهة. وقد يخرج هذا الجني مع النصراني ابتغاء فتنة لكي يفتن الناس أو نصرة لدينه، وقد يخرج من المسلم لأن هذا ما وعدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية. فلماذا لم تأخذ هذه الاحتمالات؟ لأنها طبعا ما راح تركب معك الشبهة. طبعا أنا لا أتكلم أن كل شخص يخرج الجني منه مثلا كما يصوروه على التلفاز هذه حالة حقيقية، فهناك حالات كثير تمثيل ونحن رددنا عليها، فليس كل حالة نراها على التلفاز نصدقها مباشرة، لكن لا يجب أن ننكر هذا إنكار كلي.